رح نبلش بقعدة حلوة مع القهوة، وبعدها رح تشوفوا معي شو عملت خلال اليوم، وفي شوية تفاصيل حبيت أشارككن ياها. بتمنى الفيديو يعجبكن، وإذا أنتوا جاهزين يلا خلونا نبلش سوا. وسلامات صبايا، طمنوني عنكم، ايش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا كلياتكم بألف خير ان شاء الله، وانتوا عم بتتابعوا الفيديو. ورجعت لكم بفيديو جديد يليق فيكم ان شاء الله. اليوم الفيديو غير شكل وفيه هالجو الحلو اللي بيفتح النفس. فتعالوا يلا اعملوا القهوة، وتعالوا نقعد سوا ونشرب فنجان القهوة ونستمتع بهاللحظات الهادية واللطيفة ان شاء الله برا على البرندة. رح اطلع على البرندة نشرب القهوة ان شاء الله. وفي هون جايبة زرعة اسمها السداجة، اذا بتعرفوها. نحن كان عنا منا يعني بسوريا كتير، كانت امي الله يرحمها كتير 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 عندها منا، يعني كتير بالبرندة مليانة. كان عنا البرندة طويلة وعريضة مليانة سداج من جميع ما تتمني، الفلة والياسمينة. وهي السداجة أنواع، في منا ألوان، في منا مقاسات، بتجي ورقايتها هيك كبيرة ورقايتها صغيرة. ما أحلاهم كتير حلوين، هن كشكل شكلهم كتير حلو، بس هدول ما لهم ريحة ولا شي وهيك، بس شكلهم كتير حلو. أي والله. هلا في منهم بيقولوا لها، سمعت يعني ناس عم بيقولوا ستاجة بالتاء، نحن بنقلها سداجة، يعني هيك اسمها سداجة. فما بعرف، استغربت. أي والله، كل مرة لما بشوفها سبحان الله بتذكر أيام زمان. أي والله الحمد لله، الأيام الحلوة سبحان الله. أي والله، ومن كل قلبي الله يعطيكم ألف عافية على كل تعليق وكل كلمة طيبة بتتركوها. يعني سبحان الله أنا فرحت كتير بتعليقاتكم، وكل مرة سبحان الله أنا متابعة كل تعليقاتكم وعم بقرأها. الله يعطيكم ألف عافية إن شاء الله يا رب. يعني سبحان الله لما بسمع تعليقاتكم الحلوة، يعني هذا الشي بيعطيني طاقة إني أنا أكمل، وإنه هيك يعني أقدم لكم كل شي جديد بقدر عليه إن شاء الله. أي والله الحمد لله رب العالمين على كل الأحوال. تعالوا نرجع لقصة الزراعة. أي والله شوفوا ما أحلاها يا بنات. هلا هاي بدي أشتغل فيها، بدي أفرعها يعني لكذا وحدة إن شاء الله. إيه، وبتطلع كتير حلوة إن شاء الله بتعيش. قبل هالمرة من زمان، اللي متابعني من زمان بيعرف كان عندي أنا برندة كبيرة كتير كمان هون، بس البيت اللي احترق يعني. إيه سبحان الله، وآخر فترة البرندة تعبت عن جد كتير كتير، صرت أفرع منهم، يعني كل زرعة يعني أزرع بكذا وحدة هيك. اللهم صل على النبي، اخذ منها وازرع بحواض هيك صغار صغار، وما شاء الله يعني صار الا شوي تقولي جنينه مليانه ما شاء الله. يعني اللهم صل على سيدنا محمد، البرندة ما احلاها صارت. ايه سبحان الله. ومن بعد احترق البيت، الحمد لله على كل حال. هون مصورت لكم يا بنات الفطور المتواضع. مثل ما بتعرفوا لساتنا نحن لهلا ماشيين على نظام الطيبات، عم ناكل الزيتون والمربى والشوربات الخفيفة، اللهم صل على سيدنا محمد، العطون والبطاطا المسلوقة والرز. بس هلا بما انه فطور هيك عاملة سقسوقات كمان بتسخانة، يعني بحط لها اللهم صل على سيدنا محمد جبنة اشقوان، واذا في عندي بطاطا مهموسة بحط لها، لا ما عندي خلص بحط لها جبنة اشقوان على طاقة. احيانا بحط لها زيتون وجبنة وبطاطا حسب المتوفر عندي بحطه. اي والله الحمد لله رب العالمين. وفي كتير ناس يا بنات عم يسمعوا انه نظام الطيبات وكذا، بيقولوا لي لا والله اشو نظام طيبات ما طيبات، يعني انه نحن نساي فروج بدنا ناكل بيض بدنا نعمل كذا، انه هدول يعني ليش حتى ما نستخدمهم والحليب وهيك. إيه سبحان الله، يعني نحن كنا مثلكم هيك، كنا منا مقتنعين ابدا. وانا كنت اقول يعني اكتر الناس انا بحسن بدل البيض عن جد، كل يوم باكل وحدة او تنتين. ومن فترة مثل ما بتعرفوا اللي متابعيني بيعرفوا انه سابقا كنت ماشية على برنامج غذائي، والبرنامج الغذائي من ضمنه كل يوم بيضة وحدة، يعني ما بيصير. وحتى الدكتورة بتقول انه ما له بديل، ما له بديل البيض عن جد. يعني اللي ما بتحبه هون ما له بديل، اجباري بدها تاكل. ايه سبحان الله. وانا فكرت كمان مثل حكايتكم، كتير الناس قالوا لي انه شلون هيك واحد يعيش، كمان كنت مفكرة هيك مثل حكايتكم، انه شلون هيك يا وحدة يعني تعيش هيك بدون سلطة بدون تبولة
بدون حليب، بدون بيض، بدون فروج. ونحن أكتر الناس، يمكن أنا بتوقع أكتر الناس بيعملوا فروج بالفرن. عن جد نحن يعني إذا ما كان يوم أي يوم لأ، كل يومين 3 مثلا بحط الصينية. بلاقيها إنه يعني أسهل أكلة بعملها. بكون يعني غاسلة الفروج، وكتير أحيان بكون متبلته كمان، بطالعه وبحطه فورا هيك بطبقه بهالصينية، وبطلع كتير طيب. يعني كانت تنجح كتير طيبة. تبلته كمان رائعة، يعني كتير ما شي ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الولاد كتير يحبوها. ايه سبحان الله. وهلا يعني من بعد ما مشينا على نظام الطيبات، نحن ما عدنا يعني ما عاد لنا نفس انه نحن ناكل فروج او ناكل بيض او هذا الخضار او بندورة او شي. بالبداية بتلاقيها صعبة، بس بعدين بتتعودي. ايه وايش كنت عم بقول، ايه اللهم صل على النبي. وانه اول فترة ما كنا مقتنعين، انه عم نقول لحالنا ممكن واحد يصير معه فقر دم، ممكن يصير معه مثلا نقص حديد او شي. لا بالعكس، طلع عن جد. وحتى الحلويات، الاكلات، دروبوس، شوكولا. يعني انا من عشاق الشوكولا، كتير بحب الشوكولا. كنت محرومة منها عن جد. يعني اقول لحالي انه من فترة زاد وزني، قلت لحالي معناتها من الشوكولا، معناتها من السكريات، كمان من الاكلات. اللهم صل على النبي. من بعد ما مشيت على البرنامج الغذائي مع الدكتورة، هذا الشي كله ممنوع. الشوكولا، السكريات بدون سكر تماما طول الفترة. وأنا ولا سكر يعني أبدا أبدا. حتى إذا بدي أجيب شوكولا بتكون هي شوكولات دايت، إيه ما فيها سكر أبدا. هيك بتكون لونها غامقة كتير. إيه بس هيك. وكل فترة طويلة لحتى إنه نجيب منها حسب ما تقلنا الدكتورة. اللهم صل على النبي. لا هلا ما شاء الله يعني في حين جايين عم ناكل حلويات وسكريات وهيك يعني. اللهم صل على النبي. يعني بيطلع لك باليوم تاكلي شي 120 جرام هيك. يعني مرة سمعت فيديو، كان هو الدكتور هيك عم بيقول 120 جرام بيطلع لك كل شخص. بالنسبة للملح كمان بيطلع لك معلقة ملح، معلقة طعام مثل هاي معلقة الطعام اللهم صل على النبي الصغيرة. إيه هاي ملاتا بيطلع لك من الصبح للمساء. اللهم صل على النبي. هون يا بنات مثل ما لكم شايفين كنت عم بساوي غدا، مشان بدي اخده معي ونطلع على البحر ان شاء الله. عندي بنت حماي وقلنا لحالنا نغير لهم جو ونطلع احسن من قعدة البيت. وبتعرفوا شغلة، انه انا اذا ما اجاني حدا ما بطلع من البيت، على طول قاعدة بالبيت يا دوب الحق البيت وشغل البيت والولاد والطبخ وهيك. ما بحس الا خلص النهار. الحمد لله. وهون مثل ما شفتوا يا بنات، هون هاي بطاطا بدون سلق. انا اللهم صل على النبي قشرتها وهيك بشرتها على هاي البشارة لبين ما صارت مثل ما هلا انتو شايفين هيك. اللهم صل على النبي. حطيت لها رشة ملح وهلا الزبدة وجبنة قشقوان. بدعاكها هيك ببعضها شي تتماسك مع بعضها. الجبنة القشقوان بتمسكها شوي. بس بتعرفوا شغلة يا بنات، من بعد ما سويتها قلت لحالي يا ريت يكون حاطلها شوية برغل مطحون. عن جد كانت بتمسك أكتر، لأنه تمنيت إنه يكون يعني سويتها أنا مثل الكبة. يعني كبة البطاطا حطيتها بالفرن، يعني تعذبت فيها شوي، بس لقيتها هيك ساخت ودابت. عن جد زعلت عليها كتير. كان شكلها بشهي عن جد صار، وهلأ بتشوفوها بالفيديو. اللهم صل على النبي. وتعبت عليها وهيك ولا ساخت. قام قالت لي بنت حماي لو حطيتي لها شوية برغل مطحون كانت تتماسك. وفعلا أنا بنهارها ما خطر لي أبدا. يا ريت حطيت لها برغل مطحون كانت بتطلع كتير طيبة. أي والله. هلا هون هاي اللي عم بساويها هلا. اللهم صل على النبي. بطاطا يعني إنه مثل بيتزا، بيتزا بالفرن. هيك بشرتها على البشارة وعم بحطها بالفرن. أما هديك كبة البطاطا، هديك بطاطا مسلوقة، سلقتها بطنجرة الضغط وقشرتها غسلتها. وهلا اللهم صل على النبي بدي احمسها، احمسها هيك كتير كتير، واحط لها كمان رشة ملح، ومن بعدها بحشيها باللحمة بعبيها يعني. اللهم صل على النبي. بس والله يعني لو خيطر لي بس احط لها شوية برغل كانت بتطلع تمام التمام. اي والله زعلت عليها شوي، بس يلا الحمد لله. كله مع الصحة والعافية نعمة الحمد لله. واكيد هلا عم بتشوفوا انه هاي طريقة البيتزا عم بتقولوا انه ما رح تطلع طيبة او ايش هالطريقة هاي. عن جد يا بنات جربوها، بنصحكم تجربوها. رائعة كتير كتير طيبة عن جد، لذيذة بشكل. اذا بدك حطي لها سمنة، سمنة الحلوب كمان بتطلع احلى واحلى، يعني اطيب واطيب قصدي. اللهم صل على النبي. بس انا حطيت لها زبدة. اللهم صل على النبي. فيكي تعمليها بالعجين الحبة الكاملة، وفيكي تعمليها بالبطاطا، بس أنا حبيتها بالبطاطا ما بعرف يعني صارت كتير طيبة. وانتي إيش ما بتحبي بتحطي فوق البطاطا، حتى إذا فيكي ما تحطي شي لا تحطي شي. وهون عملت شوية بطاطا مقلية بالقلاية الهوائية،
وعملت شوية كاتشب. هلا بالنسبة لهذا الكاتشب سويته خففته شوي إذا بدك بالتقليه. كاسة دبس البندورة، اللهم صل على النبي، فيها معلقتين يعني، حطيت بالكاسة دبس بندورة معلقتين دبس بندورة، حطيت كاسة مي حطيتهم بالطواي على النار، ما شعلتها لسه بس هيك هلا بدي اطبقهم. كاسة سكر كمان، ومن بعدها بعبي كاسة مي وبحط معلقتين نشا، بحركها لهي النشا لحتى تدوب. من بعدها بحط هي كاسة النشا والمي بقلب الطواي وبحرك، رشة ملح بس ومعلقتين زيت مشان هيك اللهم صل على النبي يصير هيك شوية لمعة تتفرفد هيك وبيطلع ما أطيبه كتير. بيطلع طيب الكاتشب بالبيت هيك بهالطريقة سهلة كتير. وهون البطاطا المسلوقة مثل ما شايفين، ده اللهم صل على النبي همستها ومن بعدها هلا بدي اقرصها اسويها مثل قراص الكبة اللي بصينية او كبة المشوية هيك بهي الطريقة. اي والله بس يا ريت يكون خيطر لي حيطة برغل مطحون، يعني عندي كمان بس والله ما خطر لي، ما بعرف كان يعني انه تماسكت وصارت مثل القراص، لاني انا مجربتها قبل هالمرة عملتها وصايرة كتير كويسة. هون يا بنات بالنسبة للحشوة تبعية البطاطا، انتي ايش ما عندك بتحطي، حتى فيكي تحطي جبنة كمان، بس انا حطيت مع البطاطا وقت اللي دعكتها حطيت جبنة مشان تتماسك، جبنة القشقوان حصرا. وهون كان عندي هدول الصفات الرقائق بالبقر، هاي لحمة بقر، اللهم صل على النبي. كنت اول ما استخدمها ابدا عن جد، كل ما مثلا يجيب بقر ما استخدمها ابدا، يعني ما بعرف ما اقبلها ابدا. من بعد ما وقفنا الفروج صرت استخدم البقر، يعني الغنم، ومن بعدها بجي هذا لحم البقر. هدول الرقائق بيطلعوا طيبين، فيك تساويهم بالمقلاية مثلا على توست، فيك تساويهم بقلب الطبخة، ايه بيطلعوا طيبين. هلا ان شاء الله بعد ما اخلص رح اضبهم كلياتهم مشان ناخدهم معنا لهنيك على البحر. اللهم صل على النبي، نتعشى هنيك ونقعد شوي ومن بعدها نرجع على البيت. طمنوني عنكم انتو صبايا، ايش عم تساووا اكلات، مين من بيناتكم ملتزمة بنظام الطيبات ومين ما ملتزمة. عن جد يعني مثل ما قلت لكم نحن كنا ما مصدقين هذا، بس بعدين يعني عملنا تحاليل قبل وبعد، إلا ما شاء الله التحاليل يعني صارت أفضل بكتير بكتير عن جد. هلا في وحدة من الصبايا بتحكي معي، عم تتواصل معي هلا من جديد، ايه عم تقلي انه كمان هيك صاير معها شحوم وهي وزنها عم بزيد وما بتعرف ايش تعمل، وصاير معها كمان انسولين، واللهم صل على النبي، يعني ما بعرف عدت لي سكر، ما بعرف يعني عدت لي كذا شغلة. ايه سبحان الله، والله الحب عن جد رهيب تبع الدكتورة يعني اللي كنا ناخده، عن جد كتير كويس. بنصحكم اللي هيك عم تشكي من هالأعراض هاي تاخد منه، تاخد منه قصدي. اللهم صل على النبي. هلا زوجي استخدم والله علبة وحدة بس، ما شاء الله نزل وزنه 13 كيلو، من بعدها ترك يعني خلص علبة وحدة وخلص، صار لحاله يعني، صار لحاله هو لحاله يخفف وماشي هلا هيك على نظام الطيبات، وفي تحاليل عم يعملها والحمد لله ماشي الحال. يعني إذا صار أي مستجدات يعني بالتحاليل أو شي ممكن أخبركم وبقلكم، بس لهلا الحمد لله ما في أي ضرر ولا في شي أبدا، بالعكس التحاليل أفضل بكتير من قبل. اللهم صل على النبي. مثل ما شايفين صبايا هون رحنا على بحر منطقة اسمها بياس، يعني مو عنا نحن ساكنين بدورتيول. اللهم صل على النبي. هون بحر بياس كتير حلو، بتلاقي هون يعني بقلبه في كتير هيك مثل مطاعم وكذا. رحنا قلنا لحالنا نقعد هنيك شوي، اللهم صل على النبي، نتعشى وبغيروا جو، اللهم صل على النبي، ومن بعدها بنرجع. هون بحر بياس ببقى ما بعرف تحسيه انه نظيف، يعني انظف من هون من عنا، الحمد لله رب العالمين على كل الأحوال. تعي ناخد دور على الطحانة، تعي هدول كتير حلو بس وينه؟ وهلا يا بنات بحكي لكم انه في من بيناتكم ناس كتير عم تسألني مشان القناة،
ناس كتير بدها تفتح قناة وعم بتقلي إنه عم بيقولوا لي إنه ليش لهلا ما مشي حالها قناتك، وأكيد مشي حالها بس إنه ما عم بحكي ولا شي. هاي القناة موجودة عندكن يا بنات، فيكن تدخلوا بيبين معكم فورا. قناة لساتها صغيرة وما بتكبر غير في المتابعين، يعني المتابعين لما إنه بصير متابعة ومشاهدات يعني على الفيديو، هون بتكبر القناة. يعني على الأقل بده يصير يعني بالآلافات آلافات آلافات لحتى تمشي القناة، وبدها متابعين وبدها يعني بدها شغل كتير. فما هيك بلحظة بتصير، يعني بيومين 3 بتصير القناة. يعني صار لي كذا سنة يعني فيها، صح أنا صار لي يعني قديمة اللهم صل على النبي، بس بالبداية أول ما فتحت القناة مشيت الحمد لله، ووصلت يعني تملي يعني شي بسيط لحتى أوصل. إيه سبحان الله. ومن بعدها صار عندي ظروف، وأنتم بتعرفوا هم هو اللهم صل على النبي احترق البيت، ومن بعدها توفت والدتي، ومن بعدها صار عندي وقت الامتحانات مشان لما كنت عم بدرس الشريعة. يعني كتير كتير ظروف عدت علي يعني صعبة لحتى خلتني إني أنا أترك وأضل فترة طويلة ما أنزل. وهون اليوتيوب إذا ما نزلتي فورا بيسحب لك من المشاهدات، لو كنتي تعبانة عليهم، لو كان عليهم مشاهدات كتير. يعني كان مثلا عندي الفيديو مثلا جاي 3000 مشاهدة، فورا انسحب منه كتير كتير، صار كتير يعني مشاهداته قلال بالمعدل الإجمالي يعني كلياته. ايه فهيك اليوتيوب بده تعب كتير، بده متابعة استمرارية، بده تفرغ لحتى يمشي قناة، يعني تمشي القناة فورا مباشرة يعني. وبالنهاية يا بنات الرزق على رب العالمين. وأول ما فتحنا القناة ما هو غايتنا إنه مثلا تمشي القناة مشان ربح مادي أو شي، لا، هو أنا كسبت كتير ناس صاروا يعني رفقاتي، صاروا أخواتي، صاروا متابعيني، صرتوا انتوا كلياتكم عيلتي التانية، صرنا أصدقاء. كسبت ناس كتير، كسبت محبة ناس كتير. اللهم صل على النبي. هو كمان نصائح. ايه يعني هيك يعني الحمد لله رب العالمين على كل الأحوال. وإذا كانت القناة يعني ما فيها فائدة أنا ما بريد أفتحها أصلا. يعني ما بريد إنه مثلا أفتح قناة أو أعرض فيديو يكون فيه لهو، أو يكون فيه شي يعني إنه ما فيه إفادة، لا، إن كان لأنا وإن كان لإلكن يعني. الحمد لله رب العالمين على كل الأحوال الحمد لله. وهلأ يا أغلى ناس هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا فيه عقد ما أنا يعني تعبت عليه وأنا عم بصور. وجودكم معي وكلامكم الحلو ودعمكم الكبير هن أكتر شي بيسعدني وبيعطيني طاقة أكمل وأقدم لكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لي اللايك، لأنه اللايك بيفرق كتير وبيوصل الفيديو لناس أكتر، وبساعد القناة تكبر وتوصل لأكبر عدد ممكن إن شاء الله. وكمان بدي منكم تكتبولي بالتعليقات رأيكم واحكولي إيش أكتر شي عجبكم بهالفيديو. وإذا عندكم أي اقتراحات أو أفكار للفيديوهات اللي جاي فقولولي عليها بالتعليقات. اللهم صل على سيدنا محمد. وإذا كنتوا أول مرة عم تشوفوا قناتي لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل جديد أول بأول، لأنه إن شاء الله الأيام الجاي إن شاء الله في فيديوهات أحلى وأجمل وبمواضيع بتهمكم وبتحبوها أكتر. وبتشكركم من كل قلبي لكل شخص، يعني كل وحدة وقفت معي وكتبت لي وشجعتني وشاركت هالفيديو وخلت هالقناة تكبر خطوة خطوة. الله لا يحرمني منكم، وإن شاء الله يا رب دائما منضل مجتمعين على خير ومحبة وضحكة حلوة إن شاء الله. بحبكم كتير وبشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله. لا تنسوا اللايك والكومنت الحلو. بإذن الله نكبر سوا بهالقناة. بأمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اكس من درتي ايه انا بعرف هنيك ما في حدا. هلا خليه شباب.